اشهر بايو ستيميليترز او محفزات للبشره في كوريا حاليا كسكين بوسترز هي حاجه اسمها البي دي ار ان، ودي عباره عن حيوانات منويه لسمك السلمون واخدين منها الدي ان ايه وبيحقنوه في طبقات عميقه للبشره. وطلع علينا فنانين كتير بيتكلموا على قد ايه الحقن دي فرقت في شكل بشرتهم ونضارتها وشدتها، زي مثلا كيم كارديشيان. Salmon sperm facial with salmon sperm injected into my face. وغيرها كتير رغم انها داخله على الخمسينات. فتعالوا في الحلقه دي اعرفكم ايه هي البي دي ار ان، واعرفكم على بديل ليها سيرم عبقري بنفس الاسم كوري معمول بتقنيه جديده جدا، وفعلا انا جربته شخصيا وفرق معايا جدا. فاللي لسه مش عارفني عشان ما اطولش عليكم، انا دكتور نادية، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. العيادات في كوريا دلوقتي اكتر حاجه شغاله عليها هي حقن البي دي ار ان او السالمون سبيرم بولي دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد، والحقن زي الريجيران اللي بتتحقن دلوقتي في طبقات عميقه من الجلد بتدي نضاره واحسن من اي فيلر عشان الجلاس سكين. طب اشمعنى سمك السلمون؟ بمنتهى البساطه لان الدي ان ايه بتاعها مشابه جدا للدي ان ايه بتاع الانسان، فلما بيتحقن في طبقات عميقه من الجلد بيزود السمك، بيحفز الكولاجين، بيقلل علامات الوجه التعبيريه، وبيزود الهيلينج بشكل كبير. تعالوا بقى اقول لكم شويه مشاكل لحقن البي دي ار ان. اول حاجه هي غاليه جدا. تاني حاجه السيفتي بتاعتها مش 100% سيف، وقدام هنكتشف اكيد ليها اعراض جانبيه لانها بتتحقن في طبقات عميقه من البشره. وده يخلينا نروح لتالت مشكله، وهي ان هي مؤلمه جدا. يعني لو كنتوا شفتوا طريقه الحقن بتاعه الحقن دي هتلاقوها بجان كده معين بمسدس معين وهاي فريكونسي نيدلينج، حاجه زي الديرمابان وكده، بس بهاي فريكونسي عاليه قوي، فبالتالي بتوجع بشكل فظيع. وكل اللي عملها بيقولوا ان احنا اتألمنا جدا. والمشكله بقى الاكبر ان هي لازم تتعمل كل 3 اسابيع لحد لما تبقى مره كل 6 شهور، فالموضوع معقد قوي عشان نوصل للنتيجه دي. وفي ناس عملوها مشاهير زي جينيفر انستون مثلا وقالت ان هي ما عجبتهاش خالص. فانا بقى يعني تو كات شورت كده، انا بحب قوي ان احنا نستخدم سيرمز زي ما انتم عارفين عندي في الشانل، وبحب اجرب التكنيكس والحركات الجديده. ففي شركه اللي هي فيتي كوزماتكس اللي كانت عامله لنا ريدل شوت، عامله سيرم اسمه البي دي ار ان سيرم، بس ده فكرته مختلفه خالص عن السلمون. خليني اشرحه لكم في الحلقه دي وهقول لكم كل حاجه عنه، وفي اخر الحلقه هقول لكم التجربه بتاعته. والسيرم ده فيجن معمول من الوايلد جينسينج، وفيه اعلى نسبه تركيز من البي دي ار ان وكل المزايا اللي قلناها. ولو بصينا للتركيبه هنلاقي فيه 5 انواع مختلفه من السيرامايدز مع النياسيناميد، عشان كده بقول لكم بيدعم حاجز البشره وبقوه، وده قوامه كريمي زي ما قلت لكم بالظبط، وامتصاصه سهل جدا وينفع لكل انواع البشره. السيرم ده جواه 98% بي دي ار ان اكستراكت من الوايلد جينسينج او من الجينسينج البري الكوري، وده في اعلى نسبه بي دي ار ان مشابهه برضو للدي ان ايه بتاع الانسان، ولكنها فيجن، وده احسن كتير لان كمان الجينسينج جواه فوائد تانية كانتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري، يعني مضاد للاكسده ومضاد علامات لتقدم العمر ومضاد للالتهاب، وده بيخلي السيرم مناسب لكل انواع البشره حتى البشره الحساسه. واللذيذ بقى انه لكل الاعمار من اول 20 سنه لحد 50 سنه وطالع، فكل الناس تقدر تستخدمه بمنتهى الامان سواء في الروتين بتاعها المورنينج او النايت، وهعرفكم الترتيب وتستخدموا ايه قبله والتركات. السيرم كمان بيدعم حاجز البشره لانه جواه حاجه اسمها سيرازوم كومبلكس، وكمان جواه بانثينول وجواه سكوالان، عشان كده الملمس بتاعه زي ما انا حاطه لكم كده تقيل وكريمي مع زي ليك ترطيبه حلو جدا لكل انواع البشره. ودي بقى التركيه بتاعت نودي يا ست الكل، ان انت السيرم ده لازم تستخدميه على بشره منديه، امتصاصه هيكون احسن كتير وفرده هيكون احسن كتير. هعلمكم طريقه الاستخدام بتاعته وتحطوا قبله ايه بالظبط عشان فعلا تاخدوا منه اقصى استفاده. ترتيبه في الروتين بيكون بعد التونر وبعده مرطب على طول، واحسن حاجه عشان فعلا تستفادي من السيرم ده انك تستخدمي قبله الريدل شوت بمنتهى البساطه، لانه بيعمل زي قنوات صغيره، وده بيساعد على امتصاص السيرم بشكل اكبر بكتير وبتشوفي فعاليه اكتر. وتوفيرا للوقت دلوقتي في سنتيلا بي دي ار ان ريدل شوت، ولكن لو بشرتك بتتحسس من السنون او من الريدلز ما تستخدميهوش طبعا، واستخدمي البي دي ار ان لوحده. زي ما في تي عاملين بقى دلوقتي البي دي ار ان سيكا ريدل شوت،
اسهل بكتير بدل ما تستخدمي التو سيرمز اللي انا قلت لكم عليهم واستخدمتهم الفتره اللي فاتت. اعتقد ان ده هتبقى الخطوه الجايه اللي انا اجيبها. وطبعا السيكا ريدل شوت لاي حد عايز يعرف عنها معلومات هسيب لكم الحلقه بتاعتها هنا فوق على اليمين. طيب في حاجه بقى خطيره انا لسه بصراحه ما جربتهاش، وهي هجربها في العيد، وهي الماسكات بتاعتهم. هم عاملين ماسكات كتير جدا محملين على السيكا مواد فعاله تانية، زي مثلا الاصفر دي معاها فيتامين سي، دي معاها هيلورونيك اسيد على السيكا ريدلز على النيدلز. ودي بيتهيالي الماسكات دي هتبقى احسن كتير لاي حد خايف من فكره السنون على بشرته. انا اول ما جربت السيكا ريدل كنت حاسه انها بتشوك كده ومش متعوده عليها خالص، وبعدين بصراحه حبيتها جدا وحبيت الايفكت بتاعها جدا. طيب هم عاملين ماسك PDRN. الماسك ده هيدروجل، عباره عن زي الماسكات الكولاجين اللي بننام بيها، بيتساب على البشره من 20 ل 30 دقيقه، ولونه الابيض بيمتص بالكامل جوه البشره ويتحول الى لون شفاف. في ناس كتير بتستخدمه از نايت ماسك عشان يدي ترطيب وبلامبينج، خصوصا لو عندك مناسبه وعندك اي حاجه قريبه كده وعايزه نتيجه سريعه. الماسك ده حلو جدا، انا سايباه للعيد لسه مش هجربه دلوقتي، ولكن كل الفيدباكس اللي شفتها عليه فوق الممتازه. واعتقد ان انت قبل ما تشتري سيرم انك تجربي ماسك فتعرفي المواد الفعاله دي مناسبه معاكي ولا لا، دي حاجه احسن كتير. ولو عايزين نعمل حلقه عن الماسكات دي كلها واقول لكم تجربتي معاها على ايام منفصله قولوا لي تحت في الكومنت. اخر حاجه بقى حابه اقولها لكم على الماسك تجربتي معاه. بصوا، هو بعد لما بنحطه بالليل بتحسي ان انت خدتي زي جرعه ترطيب كده في بشرتك. طبعا انا ببقى حاطه قبله السيكا ريدل فبيدي ايفكت مضاعف. بيعجبني قوي في شده البشره، في النضاره، الجلو بتاع الجلاس سكين ده. فلو انت هتساليني عن رايي فيه وتجربيه ولا لا هقول لك جربيه وبشده. ده ما بيعملش اي تحفز، بالعكس بيديكي فايده حلوه قوي. بس هو سعره غالي شويتين، فيا رب نعرف نستمر عليه، بس هو فعلا حلو قوي وانا هرشحه وبشده. وبما ان انا فدتك ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للشانل، واكيد تقولي لي رايك تحت في الكومنتس. وهسيبكم دلوقتي مع شويه اختراعات كوري تانيه.